بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. عودة حميدة مجيدة لذيذة، سمكة التونة العنيدة. أنا كنت مسافر، قد رجعت بالسلامة. رجعت حلوة، رجعت دي قد رجعت بالسلامة. وهنرجع بقى نكمل سلاسل الفيديوهات اللذيذة حقنا. وفيديو اليوم بعنوان ليه مش عارف أجيب باونتيز في الباج باونتي فيلد. أنا معرفش، لو أنت عارف اقفل الفيديو وخش اشتغل على اللي ناقصك، عشان احنا مفيش حد ناقص. احنا ما نعرفش ناس ناقص، احنا زي الفل اوي. ليه ما بتقدرش تجيب بارنتز؟ طيب خلينا نحسبها حسبة إلى حد ما منطقية شوية. الوضع في الباج باونتي تنافسي، جميل جميل. من دبليكيت بقى الانفو الان ايه اللي بطاطس محمرة بتاع انيا الانفو والان ايه، تتجنبهم ازاي؟ قلنا 5000 ألف مرة ضوئية قبل كده. ما تبلغش حاجة مش شايف ليها امباكت، مفيش امباكت ما تبلغ. والله بلغت وليها امباكت، لو له او ميديوم وخدت انفو، خلاص يا عم هي نصيبها تاخد انفو عادي. انما ياما دولة بيتقفل لهم انفوتات انفو وان عادي عادي ولا تجرب الدماغ. طيب ليه مش قادر اجيب بانتي؟ البانتي متعلقة اكتر بكونك شغال عند مايند سيت معينة. طيب يعني ايه مايند سيت معينة؟ مايند سيت معينة يعني احنا عاوزين دماغ شغالة مش بتنام، مotherfucker understand، شاينا سات فيه بلوكات وحاجات كده مرن بابل. ازاي بقى تقدر توصل لمرحلة ما بالمايند سيت بتاعتك انك تجيب باونتس بالفعل؟ خلينا بقى متفقين ان انا كفارس انا ما بحبش الريكون، ما بعملش ريكون غير وانا مجبر. اكيد بيفيد اكيد، ولكن انا مش من محبذينه وما بحبهوش وما بعملهوش، بتجنبه اصلا. ولكن المطلوب منك انك تركز مع الويب سايت او الابلكيشن اللي في ايدك اكتر من انك تريكون. يعني ستوب يوزنج نيوكلياي، ده مبدئيا. لان النيوكلياي مش هتفيدك الافاده اللي هي اللي انت هتخليك بقى تفكر نفسك انت بقى العيال اللي بتنزل الهنود دول على باك كراود انهم جابوا 10000 دولار من النيوكلياي ومش عارف ايه. لا يا صاحبي، ما دي كلها برايفتس، يمكن ما عدتش على بنتست حتى، فاهم؟ وتجنب كونك سكريبت كيدي وتول يوزر. يعني ايه تول يوزر؟ الشخص اللي بيفتح يعمل ريكون، يجمع سب دومينز ويفضل شويه ويعمل شويه ويرن نيوكلياي شويه، ويقعد كده يقلب في الابلكيشن على الفاضي والمليان، ينترسبت هنا، يعدل القيمه هنا، مش عارف ايه. او انت مفكر نفسك كده هتجيب بج؟ انت شايف انك كده هتجيب بج؟ ما انت قدامك حل من الاثنين: يا تبدا تطبق كل التست كيسز اللي اتعلمتها، واي انبوت قدامك ترمي فيه سنجل كوتس ودبل كوتس وتتشقلط وترزع بيلودز هنا وهناك وتحط هيدرز هنا وتشيل هنا وتنجكت هنا وبتاع، وده طبعا هيفرهدك وممكن ما يوصلكش لحاجه في الاخر لانك بتعمل ده وانت مش فاهم. ثانيا انك تركز الاب نفسه شغال ازاي. لو فهمت الاب نفسه شغال ازاي هتقدر يطلع من دماغك افكار يقول لك طب ليه ما نجربش كذا، طب ليه ما نعملش كذا. شفت الزلبطه دي؟ قلبت شهي افاتار. ايه ده؟ المهم، او بقى انك تفهم اللوجيك بتاع الاب. كل ما فهمت الاب اكتر، يعني انا كفارس لما بفتح ابلكيشن بقعد فيه يوم تاني التالت ممكن ملاقيش حاجه عادي، بس انا قاعد في نفس الابلكيشن. ليه؟ لان انا كفارس مش متاكد من جوايا ان انا فهمت الابلكيشن ده بيعمل ايه، ولو فهمت الابلكيشن ده بيعمل ايه فانا متاكد ان فارس هيعرف يطلع فيه بجز. فبالفعل انا بقضي وقت اكتر وبفهم الاب وببدا اطلع بج، سواء بج حتى واحده انا ببقى طالع مرضي من الابلكيشن. انا لو الابلكيشن خدت منه 200 دولار وخرجت 100 دولار انا مرضي، انا اشتغلت يعني ربنا رزقني والحمد لله على اي مبلغ يجي. انا ما بعترضش على الباونتيز الا طبعا لو حسيت ان الموضوع انفير، يعني التيبل مختلفه والسيفيريتي كانت المفروض تعلى وهكذا. المهم انا بحب اللوجيك ورك فلو تيستنج. طيب زي ايه اللوجيك ورك فلو تيستنج؟ في كام حلقه جايين ان شاء الله. انا هبدا انزل سلسله يعني فيها بي او سي البوجز اللي انا بجيبها بطلعها، هنقرا الريبورتات بتاعتها سوا، ههايد كده البروجرامز، وهنبدا نتكلم عن الفايندنجز اللي احنا بنجيبها اوريدي سوا هنا في الشانل، ونبدا نليفرج المايند سيت بتاعت عزيزي المشاهد اللي هو انت واي حد تاني يجي يتفرج. وانا كمان يمكن اخد اكسبيرينس من اني اشرح لكم اكتر واكتر. انا بحب اتست اللوجيك ورك فلوز، وحد ممكن يكون بيحب يعمل ريكون. اعمل اللي انت عاوزه واعمل فازنج وسوي وتنطط بس اوصل في الاخر للفاينلز. طيب بتعمل ده ما بتوصلش لحاجه يبقى انت بتعملش. يعني ما هو مستحيل انت كبيجنر داخل على ابلكيشن حد لسه جايب فيه بج قبلك وانت تقول لي ما عرفتش اوصل لحاجه. اكيد 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 اكيد
في bugs، يعني still في bugs. حد قبلك جاب وانت دخلت فما جبتش حاجه، فتعرف ان كونك مبتدئ هو اللي اثر في انك ما جبتش حاجه، فتبدا تقعد وقت اكتر في الابلكيشن. احد الاسئله اللي جت من فتره حد سالها لي صديق، يعني قال لي انا بقعد هانت بفتح كده اقعد اقلب ما بعملش حاجه، ومش ما بعملش حاجه، ما بعرفش اعمل حاجه مع انه معاه نولج كويسه، ولكن بلاقي نفسي مش عارف اعمل حاجه، فبرجع اذاكر تاني، وبيذاكر نفس اللي هو عارفه اوريدي، ما بيضيفش لنفسه حاجه جديده، بيرجع يهانت ما بيعرفش يجيب حاجه فبيرجع يذاكر. طب المشكله فين؟ المشكله انك مش بتهانت، المشكله انك خدت النولج اللي هي الاكس اس اس والسي اس ار اف والحاجات اللي خدتها في الكورسات والحاجات اللي بتقرا عنها الرايت ابس والليله دي، وداخل عاوز تجيب زيها في الابلكيشن اللي قدامك دي، التست كيسز بتاعتك. لا 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 لا، انت ممكن تستخدم الحاجات دي بس بعدين جوه الابلكيشن، جوه حتت معينه انت هتشوف الابلكيشن بيعمل ايه وتبدا تنجكت الحاجات دي. انما انك تخش تقعد تهبط كده مش هتجيب حاجه. هتخش تقعد تفتح البرب وتنترسبت وتشوف الريكوستات رايحه جايه، ابعت بيلود، شايف بيلود تكست، جرب ابعته انتجر، ابعت ليست بدل تكست في الاي بي اي، اتشغلط يا معلم، اتشقلط، شغل دماغك. طيب بياخد مثلا بارامتر اسمه ايميل، طب ليه ما جربش اعمل ليست جوه الجيسون فورمات واحط ايميلين 3 4؟ فاهم؟ دي بج انا جايبها واشيرها معاكم لما تترج ان شاء الله. فانت لازم تشغل دماغك، انت لازم تعمل حساب يا ريس ان الابلكيشن مش زي اي ابلكيشن، ومش زي الرايت اب، ومش زي الكورس اللي انت عدوا عليك قبل كده. فانت كل ابلكيشن انت بتتعامل مع حاجه مختلفه تماما، بتبدا تعمل فاكتوري ريست لدماغك والسيناريوز اللي كانت فيها وانت داخل على تارجت جديد. خلاص تفكر بقى التارجت ده بتاع ايه. والله بنك طيب، يعني الموضوع فيه تحويلات وفيه دنيا وفيه لونز وفيه شغلانه، والله مش عارف ايه. طب الموضوع كده فيه انتجريشنز وويب هوكس وشقلطات وحركات، فكل ابلكيشن ليه التست كيسز بتاعته. وانا كفارس من محبي البريفليج اسكيليشنز والبروكن اكسس كنترول بصراحه. بحب الابلكيشنز اللي فيها رولز كتير. شوف الموقع متطلب منك ايه قدامك. شارحين باجز كتير على الشانل، ريسك كونديشن، اس اس تي اي، قريب هنشرح اي دورز ونتكلم في توبكس مختلفه. ليه ما تخش تجرب الحاجات دي كلها؟ شوف اللي قدامك ده وابدا تلعب فيه. واهم حاجه هي اللي صدقني هتجيب لك فلوس في الفيلد ده، هي دماغك وازاي بتفكر في الموقف اللي انت محطوط فيه. لو ما شغلتش دماغك هتفضل ما بتجيبش بوينتس. فاستخدم دماغك زياده على النولج اللي عليك تبدا تجيب بوينتس، انما النولج لوحدها ملهاش لازمه. ولذلك كنا بنقول يعني ان مفيش حاجه هتعلمك في الفيلد ده قد انك تشتغل. انا دي اللي بتديك فعلا الاكسبيرينس وتعلمك تعمل ايه جوه الابلكيشن او تهاك ازاي جوه الابلكيشن، مش النولج اللي انت بتاخدها في الكورسات. كونك عارف ازاي تهاك مختلف تماما عن النولج اللي معاك. يعني انت لازم تبقى عارف ازاي تهاك وتستخدم النولج اللي معاك، انما النولج اللي معاك من غير ما تبقى عارف ازاي تهاك او ازاي تعمل الباجز او تلاقي الباجز ملهاش اي 30 لازمه. هتبقى فاتح النولج كده، انت معاك نولج، انا واثق انك معاك نولج محترمه جدا، بس انت مش عارف تجيب باجز لانك مش عارف فكر، شغل دماغك، حط نفسك جوه الابلكيشن، قضي فيه وقت. بالنسبه للدوبليكيتس، انا كفارس بحب افتح ملفات الجافا سكريبت دايما بعد ما اقضي شويه وقت في الابلكيشن. ليه؟ لانها بتبقى جوسي، اوقات بيبقى فيها اند بوينتس، الحاجات اللي شغاله برياكت، الماب فايلز، الدنيا دي. هنبقى نتكلم عن تولز قريب اسمها سورس مابر، تسحب الرياكت سورس كود. ففي شويه حاجات كده لذيذه قريب ان شاء الله هنتكلم عليها، طور برضو من المايند سيت شويه. وخلينا متفقين ان هاكر وان، منصه زي هاكر وان، انا ما اعرفش المكان بالظبط بصراحه، ولكن يعني خلينا نقول تقريبا 10 20 50 الف يوزر على هاكر وان وباك كراود كي باك باونتي هانترز. فكونك انت رقم قليل ممكن، انا ما اعرفش وما صرفتش في المكان بصراحه، ممكن يكونوا مليون انا ما اعرفش، لكن في غيرك كتير، يعني في غيرك هانترز كتير قوي على مستوى الباك باونتي هانتنج بلاتفورمز، في ابلكيشنز مختلفه وغيره وغيره وغيره. فانت عاوز تقنعني مثلا ان البرايفت بروجرام اللي مبعوت لك ده ما حدش لمسه؟ اكيد في حد لمسه. فلنقل ان لمسه مثلا عشان هو برايفت يا اخي، 1000 واحد قبلك. هل انت متخيل ان ال1000 واحد اللي قبلك دول ما فتحوش الابلكيشن وبصوا عليه وفتحوا انترسبت كده وبصوا وما حاولوش يفهموا الابلكيشن وقلبوا وخلاص وزهق وخرج؟ انت متخيل ان ما حدش عمل ده غيرك؟ اكيد الاف عملوا ده غيرك حتى لو برايفت. فانت دايما لازم تسال نفسك سؤال، ايه اللي هيميزك بين الالاف دول كلهم عشان تاخد انت الباونتي؟ لو ما عندكش ما يميزك فمعلش يعني سامحني في اللي اقوله، ما تستحقش الباونتي. لازم يكون عندك مايند سيت مختلفه، طريقه مختلفه في الشغل، طريقه تفكير جوه الابلكيشن زي ما فهمتك طبقها عشان تميزك انك تستحق الباونتي دي، وربك يكرمك. واكيد ربك هيكرمك عشان انت بتسعى، ولكن يعني لكل مجال اسرار. فالسر هنا هو الطريقه اللي بتفكر بيها حرفيا بس.
وزود علمك على قد ما تقدر، اقرا رايت ابس، خش اقرا ريسيرشز، اتفرج على فيديوز لانترز نامسك او غيري من الكونتنت كريتورز. الحاجات دي هتطور من تفكيرك شويتين. وبس ده كان كل اللي عايز اقوله. ليه ما بتعرفش تجيب باونتيز الى الان؟ لانك ما بتهاكش. you are not doing hacking. انت مش بتهاك، انت بتفتح تقلب في الابلكيشن ومش عارف تعمل ايه. والنولج مش هتنقذك من الانفينيتي لوب السيئه اللي انت واقع فيها دي. النولج عمرها ما هتنقذك منها، صدق. فطور من نفسك، استخدم دماغك، شغلها، شغل العطلانه، حرك التروس. والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. نستمر تاني على الفيديوهات. اعتذر جدا على قطع الاسبوعين دول، كنت في عمره الحمد لله. قبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وعقبالكم جميعا يا رب. بس اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.